تعاني من مشاكل كتير في جسمك زي الجلد الوزة والسلولايت والاسترتش ماركس وكل الكلام ده بسبب حاجات كتير، زي مثلا ممكن بعد الولادة، مع عملية ما بعد الولادة، او مثلا كنت تخينة وخسيتي، او ايا كان هي الظهور العلامات دي بتظهر ليكي على طول كده. في الفيديو بتاع النهاردة هعرفك طريقة بسيطة في خطوة واحدة بس ازاي تتخلصي من الحاجات دي بطريقة طبيعية وبدون اي تكلفة. مساء الخير والقمر والسكر عليكم يا حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال واحسن دلوقتي. هنتكلم النهارده عن السلولايت او الستريتش ماركس او جلد الوزة. هما موضوعين، جلد الوزة والستريتش ماركس او السلولايت. مكان ما مثلا ما كنتي بسبب حاجات كتير زي ما قلت ما بعد الولادة، عملية ما بعد الولادة بتظهر ليكي علامات التمدد، والستريتش ماركس بيبدأ يظهر على جسمك، وبتبقى منظرها وحش خالص وبتبدأي تتضايقي وتشوفي حلول وطرق والكلام ده كله. او مثلا انت كنتي ست تخينه، او كنتي تخينه شويه وبدات ان انت تعملي نظام تخسيس ليكي، فبدا تظهر ليكي الحاجات دي. طبعا الموضوع ده مش معقد خالص ومش بسيط في نفس الوقت، ظهوره بيسبب يعني نفسيه وحشه. تاني حاجة برضو خلونا نتكلم عنها مهمة جدا، وهي جلد الوزة. جلد الوزة ليها أسباب أو كذا سبب ممكن إن هي تظهر في جسمك بسببها. مثلا ممكن تكون استخدامك للشفرة أو الشيفنج في إزالة الشعر بتكون خطأ، أو مثلا تراكم من خلايا الجلد الميتة على سطح الجلد، فده بيسبب تراكمات فبيؤدي إلى إن بصيلات الشعر بتبدأ تقف وبتبدأ تطلع في عكس الاتجاه بسبب مشاكل كتير وحاجات كتير جدا، أسباب إلى ما لا نهاية. فعايزين النهارده نشوف حل او طريقه بسيطه ازاي نعالج الحاجتين دول بطرق طبيعيه وبطريقه بسيطه غير مكلفه، اللي هي جلد الوزه والاسترتش ماركس او السلولايت. وطبعا مش محتاجه اقول ان الاعراض لما بتبدا تظهر على الجلد بعد على الجسم بعد ما بتظهر الحاجات دي، الاعراض بتكون على هيئه نشوفيه او خشونه جامده جدا في الجلد، وده بيكون اكتر في فصل الشتاء اللي هو فصل الجفاف وفصل الرطوبه. فاحنا هقولك على شوية خطوات او شوية نصايح ازاي تمشي عليهم علشان تتفادي الحاجة دي ما تحصلش. ده غير ان انت لو عندك الحاجة دي هتعالجيها بطريقة طبيعية. اول حاجة جلد الوزة، هقولك على 5 طرق طبيعية انا استنتجتهم تقدري تتخلصي بيهم من جلد الوزة او تتفاديها. اول حاجة وهي الترطيب، لازم يكون جسمك مترطب دايما، صيف شتاء دايما دايما مترطب، وخصوصا بعد الشاور. بعد الشاور على طول ممكن ترطبيه يا اما لوشن للجسم او فازلين او جليسرين، ايا كان اللي عندك ايه او منتج الترطيب اللي عندك. لازم بعد الشاور ضروري ان انت ترطبي، لان الجسم بيبقى لسه مندي، بيبقى لسه فيه نسبة من المية، فانت بالتالي كده بتحافظي على المية اللي فيه او بتحبسي المية، بتخلي الجسم اكثر طراوة او اكثر ليونة فترة اطول. تاني حاجة وهي عدم ارتداء ملابس ضيقة. ما تحاوليش ان انت طول الوقت في البيت تكوني لابسه ملابس ضيقه قافله قوي على جسمك. حاولي ان هي تكون من النوع الكوتون، ده اولا واهم حاجه. ثانيا ان هي تكون واسعه وفيها نسبه من البراح شويه، ما تكونش كاتمه قوي على جسمك. ورابع حاجه واللي مش محتاجه اقولهم كتير، واللي المفروض ان انتوا طبعا عارفينهم وبقولهم في كل فيديوهاتي، وهي شرب كميه كافيه من الميه. الشتاء داخل علينا وشربنا للميه بدا يقل، احساسنا بالعطش بدا يقل، وبدأنا نقلل من كميتنا استخدامنا لكميات المية. فحاولي على قد ما تقدري ان انت تشربي مية طول الوقت. يعني حاولي تعملي لنفسك كده زي مثلا ازازة او ازازتين طول اليوم. حاولي ان انت تعمليهم لنفسك اختبار، انا هشرب الازازتين دول طول اليوم، كل 5 دقايق او كل 10 دقايق، كل ربع ساعة، كل ما تفتكري اصلا حاولي ان انت تشربي مية على قد ما تقدري. تاني حاجة وهي ان انت تتناولي او تاخدي الاطعمة الغنية بالاوميجا 3 وفيتامين الف وفيتامين ه، لان دول خامس حاجة وهي استخدام الشيفنج او استخدام الشفرة، بيكون نوع كويس او نوع نظيف انت بتستعمليه لجسمك، مش اي حاجة كده تجيبيها وسلام، ما تسترخصيش في نفسك. يعني الحاجة المهمة قوي دي اهم حاجة جسمك، سواء كان بشرتك او جسمك او اي حاجة ظاهرية من بره او اي حاجة من جوه. حاولي ان انت تستخدمي برودكت او منتج يكون من النوع النظيف. ما تقوليش مثلا عشان ده حتى لو قلم روج مثلا، تقولي ده قلم روج ورخيص ب10 جنيه خلاص هستعمله، وممكن يأثر على مثلا عليكي بالسلب. انا بديكي مثل، انما حاولي ان انت ما تسترخصيش في نفسك. تمام. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان ازاله الشعر بالشيفنج هتكون
في اتجاه الشعر، مش عكس الاتجاه خالص، علشان نتجنب جلد الوزة. الطريقة التانية بقى للسلولايت او الاسترتش ماركس، اول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب معلقة سكر او شوية سكر كده، يعني حاجة كده بنظرك انت شايفاها، وهتبدأي تعملي بيها سكريب هايل جدا جدا للجسم. شوية السكر دول هتعملي بقى يا اما بزيت جوز الهند يا اما بزيت الورد، اي المتوفر عندك، يا زيت الورد يا اما زيت جوز الهند. وتبدأي تحطي شوية على السكر وتبدأي تخلطيهم كده في بعض، وهتبدأي تعملي فرك في بحركات دائرية في المنطقة اللي انت عايزة تتخلصي منها من السلولايت او الاسترتش ماركس. والكلام ده كله يا جماعة هيبقى بالتدريج، يعني مش اول مرة هتعملي فيها الطريقة وهتيجي تقولي ده ما عملتش معايا نتيجة والتجربة دي فاشلة. لا، انت عايزة استمرار، وما يقرب مثلا ممكن من شهر تبدأي تعملي ده، اقل حاجة ممكن، يعني مثلا اقل وقت ممكن نقوله. الاستمرارية بتجيب نتيجة كويسة جدا، انما انت هتعملي الحاجة مرة وهتقطعي وتيجي ترجعي لها تاني مش هتلاقي نتيجة. فانت لازم طالما ابتديتي تعملي الحاجة وخلاص نويتي ان انت تعمليها يبقى تستمري عليها. تمام. مش قادرة اقول لكم طبعا الطريقة دي فيها فوائد او مميزات قد ايه. اول حاجة هتشد معاكي الجلد، هتنظف المسام بتاعة البشرة، بشرة الجلد، هتشيل كل خلايا الميتة، كل الجلد الميت الموجود. بصوا هتعمل كده انعاش للجلد، طبعا قلنا بالمتابعة او بالاستمرارية. الكلام ده كله طبعا بعديه لازم 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 الترطيب مهم جدا جدا جدا. الخطوة دي ينفع ان احنا نعملها قبل ازالة الشعر، قبل ما تبدأي عملية ازالة الشعر ممكن تعملي الخطوة دي قبلها، هتفرق معاكي جدا جدا وهتجيب معاكي نتيجة كويسة قوي. طبعا ما ننساش الترطيب زي ما قلنا. والوصفة دي طبعا هتخلي الجلد، هتعمل على نعومة وترطيب الجلد، فوق ان هي هتعالج لك السلولايت وهتشيل الجلد الوزة. تمام كده. الفيديو كده بتاعي خلص، اتمنى اكون افدتكم او يكون عجبكم، يعني حتى لو بمعلومة صغيرة، او لو ما بتتفرجوش على الفيديو كله شفتوا منه حتة صغيرة بس واستفدتوا مني بمعلومة، ربنا يعني بيوهبني ان انا اديكم المعلومات عشان تستفادوا بيها. انا هدفي من القناة ومن الفيديوهات بتاعتي ان انا اقدم محتوى مفيد نافع ينفع الناس، حتى لو هياخدوا منه معلومة قد كده بالنسبة لي انا لو تافهة ممكن تكون بالنسبة لحد تاني مهمة قوي، والعكس صحيح. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده دوسوا لي لايك ليه بسرعه، ومع السلامه.